البوكيري يعلق على شعار تدفع يعني تدفع للجلوس على كرسي الاتحاد. علق الناقد الرياضي محمد البوكيري على شعار تدفع يعني تدفع للجلوس على كرسي الاتحاد. وقال البوكيري عبر حسابه على منصة إكس: لقد نجح شعارنا تدفع يعني تدفع من أجل الجلوس على كرسي عميد الأندية الاتحاد. وأضاف: ستكشف القوائم الشرفية كم حجم المال الذي تدفق، كما لم يتدفق من قبل على خزينة النادي، التي ستظهر عدد أعضاء الجمعية العمومية الواسع، وأيضا من الأكثر دعما للنادي. وتابع: فهل تتوقع أن يحدث نفس الحراك في الجار الأهلي؟ لست مؤيدا لترأسه. بابكير يعلق بعد تزكية فهد سندي لرئاسة نادي الاتحاد. وكتب بابكير عبر حساب الرسمي على منصة إكس: أبارك للكابتن فهد سندي ومجلس إدارته توليه رئاسة نادي الاتحاد. وتابع: صحيح أنني لست مؤيدا لترأسه، لكن يبقى الاتحاد هو الأهم فوق كل الأسماء والمناصب. وأضاف: نحن الآن خلفك قلبا وقالبا من أجل مصلحة الكيان، ونأمل أن تعمل على تلبية احتياجات الفريق ودعمه لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير. وختم قائلا: الاتحاد يجمعنا جميعا مهما اختلفت الآراء. غصبا عنك ورغما عن أنفك، ما هو برضاك. جستنية يرد على تغريدة البكيري. رد الناقد الرياضي عدنان جستنية على تغريدة زميله محمد البكيري بعد انسحاب أنمار الحائلي من سباق رئاسة نادي الاتحاد وتزكية فهد سندي لرئاسة الاتحاد. وكتب جستنية عبر حسابه الرسمي على منصة أكس: غصبا عنك ورغما عن أنفك، ما هو برضاك. حذرتك مرارا لكن شيطانك أكبر، وأعلنتها: سوف تخسر بالضربة القاسمة القاضية، وقلتها: المهم من يضحك أخيرا. النجار يعلق بعد حسم كرسي رئاسة نادي الاتحاد. علق الناقد الرياضي هتان النجار بعد حسم كرسي رئاسة نادي الاتحاد. وكتب النجار عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: أخيراً انتهى أكثر فصل مزعج شهده الاتحاد في السنوات الأخيرة. صراع الكرسي الساخن ينتهي بعد شد وجذب وتراشقات لم نكن نتمناها. وتابع: كل الأماني بالتوفيق للأستاذ فهد سندي في مشواره القادم، وبإذن الله يواصل أبو فيصل أنمار الحائل حضوره كمحب وداعم للكيان. يتقدمان بأوراقهما خلال ساعات الكشف عن هوية مرشحين لرئاسة الهلال. كشفت تقارير إعلامية عن تطور هام بشأن منصب رئاسة نادي الهلال. وبحسب ما نقلته صحيفة اليوم، يستعد كل من الأمير نواف بن سعد والأستاذ حمد المالك لتقديم قوائمهما الخاصة بالترشح لرئاسة إدارة نادي الهلال عبر النظام الخاص بالترشح قبل إغلاقه اليوم من مقر تواجدهما في لوس أنجلوس. البلاهي يمازح أحمد أبو راسين زميله في الهلال داخل الطائرة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد علي البلاهي مدافع فريق الهلال وهو يمازح زميله أحمد أبو راسين داخل الطائرة التي تقل الفريق الهلالي إلى ألمانيا. وقال البلاهي في مقطع الفيديو لزميله أحمد أبو راسين: 20 يوم ما أشوفك، والله واحشني. هل يخطط أنمار الحائل لشراء نادي الاتحاد؟ تقارير تكشف التفاصيل. أثار انسحاب أنمار الحائل من سباق انتخابات نادي الاتحاد جدلاً واسعاً في الساعات القليلة الماضية. وكشفت صحيفة الرياضية مفاجأة مدوية حول أسباب انسحاب أنمار الحائل من سباق الانتخابات، مؤكدة أن السبب الرئيسي لهذا القرار يأتي بسبب أنباء متداولة حول اقتراب طرح نسب من الأندية للملكية. وبحسب الصحيفة، فإن الحائل قرر تأجيل تجربة خوض الانتخابات لحين إقرار بيع الحصص الخاصة بالأندية السعودية، وهو ما سيكون استثماراً حقيقياً بالنسبة له على الصعيد الاقتصادي والإداري. ويرغب أنمار الحائل في الحصول على حصص ملكية في نادي الاتحاد حال إقرار طرح حصص النادي للبيع. بالأسماء: الهلال يعلن قائمة الفريق لمعسكر ألمانيا. أعلن نادي الهلال بشكل رسمي عن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى ألمانيا لخوض معسكر تحضيرا للموسم الجديد. وجاءت قائمة الفريق الهلالي لمعسكر ألمانيا كالتالي:
خليد كوليبالي، خليفة الدوسري، علي البليهي، رينا اللودي، روبن نيفيش، ألكسندر متروفيتش، سيرجي ميلينكوفيتش، محمد القحطاني، ناصر الدوسري، محمد اليامي، تيو هرنانديز، جواو كونسيساو، سيرجي سافيتش، متعب الحربي، عبد الله رديف، كايو لوكاس، نيمار جونيور، سالم الدوسري قائد الفريق، عبد الله الزيد، ياسين بونو، أحمد أبو راسين، حامد اليامي، علي لجامي، حسن تنبكتي، محمد البريك، عبد الإله المالكي، عبد الله الحمدان. المدرب سيموني أنزاغي. الأحوال لا تسر. الدوسري يحذر من وضع الشباب ويطالب بالتدخل لإنقاذه قبل فوات الأوان. حذر الناقد الرياضي دباس الدوسري من تفاقم وضع الشباب، وقال الدوسري عبر حسابه على منصة إكس: الأحوال في معسكر الشباب لا تسر. المعسكر شبه متوقف. المدرب الغواسيل، هذا الاسم الكبير الذي يعد مكسبا لدوري روشن السعودي، يهدد إما تحسين أوضاع الفريق بالتعاقدات أو الرحيل. وأضاف: فرحنا بوجود الأمير عبد الرحمن بن تركي، ولكن يبدو أنه غير قادر على حل الأزمة المالية. يا وزير الرياضة، تدخلك شخصيا بات ضرورة ماسة لإنقاذ الشباب من وضعه الحالي. يا وزارة الرياضة، ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون انهيار أحد أركان الرياضة السعودية؟ وتابع: تدخلوا قبل فوات الأوان. أنقذوا 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 الشباب الليوث في النمسا، معسكرهم مثل عدمه، كل أيام تشبه هذه الصورة. عبد الله فلاتة يعلق على انسحاب أنمار الحائلي من انتخابات رئاسة نادي الاتحاد. علق ناقد الرياضي عبد الله فلاتة على قرار أنمار الحائلي بالانسحاب من انتخابات رئاسة نادي الاتحاد، مؤكدا أهمية التكاتف خلف مصلحة الكيان. وكتب فلاتة عبر حسابه على منصة إكس بعد قراره الانسحاب من سباق الرئاسة وتفضيله مصلحة الاتحاد: شكرا أنمار، بالتوفيق للمهندس فهد سندي، لا للانقسام، نعم للتوحد خلف الكيان. على مدار التاريخ تظل جماهير الاتحاد صاحبة القرار. إنزاغي يستبعد ثنائي من قائمة الهلال في معسكر ألمانيا. استبعد المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال ثنائي من الفريق من معسكر ألمانيا المقرر إقامته لمدة أسبوعين، وذلك من أجل الاستعداد للموسم الجديد. وقرر المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي المدير الفني لنادي الهلال استبعاد الثنائي مصعب الجوير بالإضافة إلى زميله بالفريق عبد الكريم دراسي، دون الكشف عن السبب وراء استبعاده من معسكر الفريق الذي يخوض المعسكر.